السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه مع قناة سيسترز فود الوصفات البسيطة والسهلة. النهاردة هنعمل مع بعض كفتة البرغل بطريقة بسيطة وغير مكلفة. بما ان اسعار اللحوم والفراخ بقت نار، فهنبدأ ندور على بدايل للحوم وكمان تدينا نفس النتيجة ما نحسش بالفرق بتاعها. هنجيب البولة بتاعتنا وننزل بكوباية كبيرة من البرغل. مش هنقع البرغل بتاعي، انا هغسله بس. بعد كده هننزل عليه بحبتين كبار من البصل المبشور ناعم. والبصل بتاعي مش هصفي المية اللي فيه، عشان المية دي هتساعدني ان انا يختبر هنقع فيها البرغل بديل للمية. هنزل بمعلقة صغيرة من الفلفل الاسمر، وهبدأ اقلب البرغل على البصل على الفلفل وهركنه لمدة ساعة. المية البصل طبعا بتساعدني ان البرغل يبقى طري معايا، بدل ما احطه في مية بيضة ويبدأ ياخد طعوم تانية. انا عايزاه ياخد من طعم مية البصل نفسه ويبقى يعتبر تتبيلة للبرغل، علشان ما احسش باي تغيير في الطعم. هننزل بعد كده بنص كيلو من اللحمة المفرومة فيها نسبة دهون. بعد ما سبت البرغل بالبصل مدة ساعة علشان يبقى طري معايا، هننزل بمعلقة صغيرة من الكمون، معلقة بهارات، معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة من الثوم المفروم ناعم. هنبدأ نقلب المكونات كلها على بعض ونعجن الخلطة بتاعتي لمدة 10 دقايق علشان المكونات تتجانس مع بعض كويس. ولو حابين ان احنا نحطها في الكبة او نعملها في المفرمة علشان المكونات تتجانس مع بعض عادي، بس انا عملتها بايديا لمدة 10 دقايق. المكونات كلها تجانست مع بعض وما عادش فيه اثر للبرغل بتاعي، لانه طبعا خد ساعة مع البصل فبقى طري جدا. بعد كده هنبدأ نشكل الكفتة بتاعتنا، سواء هنسويها في الفرن او على الشواية او في الصينية، بأي طريقة انت هتسويها. انا هسويها في الفرن في صينية. هبدأ اشكلها بقى على اي حاجة عندي موجودة في البيت. هنبدأ نصبعها ونبدأ نرصها في صينية تكون مدهونة زيت. طبعا هندخل بيها في فرن يكون سخن قبل منها بشوية، يعني اول ما ابدأ اصبعها هبدأ اولع الفرن بتاعي علشان يبقى سخن. هنبدأ بقى نصبع كمية الكفتة بتاعتنا كلها. اول ما نخلص الكمية بتاعتنا بنبدأ نحطها في الفرن حوالي نص ساعة. بعد كده بنكون مجهزين معاها السلطة والطحينة البطاطس الشيبسي. انا كده خلصت الكمية بتاعتي، هبدأ احطها بقى في الفرن لحد ما تستوي. اول ما تطلع طبعا وهي سخنة بحط فيها حتة فحم واغطيها لمدة 10 دقايق علشان تشرب من الفحم وتبقى زيها زي بتاعت بره. هقدمها بقى مع الطحينة والسلطة والشيبسي والعيش والرز، اي حاجة انتوا حابين تقدموها معاها. اتمنى الفكرة تكون عجبتكم، اتمنى اكون افدتكم، ونتقابلوا في وصفة جديدة ان شاء الله، والسلام عليكم.